بيبقى فيها بيبقى فيها تطبيق، ولذلك يعني دي خطوة جيدة جدا للاختيار. يعني دي أول حاجة، دي النقطة الأولانية اللي حبيت إن أنا أتكلم فيها. النقطة التانية، طبعا في أولياء أمور كتير وطلبة كتير ما بيبقوش عارفين السيستم بتاع الاي جي، يعني يعملوا إيه. إحنا هنا في مصر معروف إن إحنا وطبعا برضو في الدول كلها، يعني إن في عندنا حاجة اسمها او ليفل، وفي عندنا حاجة اسمها اي اس، وعندنا حاجة اسمها اي 2. دي درجة المادة نفسها، يعني التدرج بتاع المادة. يعني مثلا لو أخذنا حاجة زي الفيزيكس هنلاقي في حاجة اسمها O level فيزيكس، وبعدين في حاجة اسمها AS فيزيكس، وبعدين حاجة اسمها A2 فيزيكس. ال AS بلس ال A2 بنسميها A level. A level. طب ايه الريكوايرمنتس للجامعات عندنا هنا؟ في جامعات بيبقى الريكوايرمنتس بتاعتها بتبقى 8 او ليفل بس، وفي جامعات زي الكليات زي مثلا كلية الطب، كلية الهندسة، بيبقى مطلوب ال 8 او ليفل بلس ال A ليفل. يعني ده برضه انا بفتح المجال لو حد عاوز يستفسر وكده، برضه يفتح لي نقط واحنا نبدأ ايه نجاوب عليها. وطبعا يعني استاذنا برضو الدكتور الكحكي موجود، وان شاء الله الدكتور فتحي برضو يدخل، واستاذنا الدكتور وحيد ونيس طبعا يعني غني عن التعريف، يقدر أستاذ برضو محمد، دكتور محمد، هندي فرصة لدكتور وحيد ونيس اتفضل. بقى يعمل لنا برضو مقدمة للموضوع، لأن هو واحد من أقدم الناس الموجودين طبعا معانا في مجال الاي جي، طبعا وهو طبعا علم احنا من أعلام الاي جي بنتعلم الحقيقة منه طبعا. يعني. ف اه لا طبعا دكتور وحيد يعني علم، يعني كل الناس يعني بتتعلم. دكتور وحيد، ازي حضرتك؟ ربنا يخليك يا فندم. هو يعني عشان سنين كبيره، عشان انا راجل عجوز يعني. لا لا انا عامل لا العفو يا انا دكتور، عامل حضرتك العفو يا دكتور، ربنا العفو. انا يخليك يا عامل فندم، ربنا يخليك يا انا فندم. عامل حضرتك هوست، لو عايز تعمل شيء اي حاجه تتكلم براحتك، انا فاتح حضرتك الحديث تماما. اتفضل يا فندم. لا لا، انا معاكم، انا مع حضرتك، مع حضرتك. هو يعني اتفضل. الاختيار ان حد يختار لاولاده الاي جي هو اختيار رائع، اختيار رائع. لانه يعني عايز اقول حاجه، هو استثمارنا في اولادنا. استثمارنا في اولادنا بمعنى ان انت حتى لو سبت لابنك ثروه او حاجات زي كده، فهي في يوم من الايام لو ما عرفش يتعامل معاها كويس، هو هتخسر وهتروح. استثمارنا هو في اولادنا، في التعليم بتاع اولادنا. ولما يتعلم الحقيقه، التعليم يعني مع كل الاحترام والتقدير للتعليم الناشونال، لكن هو بيشغل الطالب كما لو كان فلاشه بتعبيها، وبعد شويه الفلاشه صلاحيتها تنتهي ونرجع يعني نقدر نقول كده القدرات والتفكير يرجع كده الى حد ما نقدر نقرب من الزيرو كده. لكن الحقيقه الاي جي هي بتعمل نوع من الفكر والعمق بصوره لا شعوريه. يعني انا فاكر في سنه 92، وفاكر ده عشان كان في عندنا زلزال في مصر كده. قبلها كان الاي جي لسه جديده، فلقيت انه اكزامينر كبير. وبعدين يعني سالته، قلت له يعني المناهج كده يعني كبيره، وبيولوجي كتير، وفي نيمز كتيره، وكان قبل كده المناهج طبعا اكبر من كده بكتير. كل شويه هم عمالين يقللوا في الاي جي. لكن قال لي طب وايه يعني؟ قلت له طب ما هو ممكن هينساها. قال لي طب ما ينساها. مش متخيل الفكر. طب ما ينساها. قلت له طب وبعدين احنا هنبقى استفدنا ايه اذا كان هو بعد شويه هينساها؟ قال لي يعني احنا لما بنقول، ما كانش في ستار طبعا ايامها، لما نقول ان الطالب ده ايه ستودنت، مش معناها ان هو طالب مجرد ذاكر كويس، لكن هو مجرد طالب شخصيه ايه حملته بحمل كبير عارف يتحمله. لما يكبر هيعرف يتحمل الاحمال، وبصوره لا شعوريه هيعرف يتحمل الاحمال. هو عارف ان هو يبرمج نفسه بحيث انه خلال الدراسه عارف يرتب
وقته علشان يوصل للنتيجه دي. الحاجه الثانيه كمان انه بساله في تفاصيل. طب ليه بساله في تفاصيل؟ بعلمه ازاي يكون انسان دقيق، بعلمه ازاي يكون انسان دقيق. قال لي بالتحديد كده، انا فاكر لانه الكلام كان جامد عليا، وانا يعني ما كانش عندي خلفيه عن اسلوب التعليم الاجنبي بالقوه دي. قال لي يعني لما ياخد باله من التفاصيل في يوم من الايام هيبقى دكتور. لما يبقى دكتور هياخد باله من الديتيلز وهو بيعمل عمليه وهو بيعمل جراحه. احنا بنولد فيه كمان ازاي ياخد باله من التفاصيل، ازاي يقدر يتحمل المسؤوليه، مش مجرد انه يحفظ حاجات وينساها. فانت بتبني لما تدخل ابنك اي جي، انت بتبني عنده قدرات. انت يعني بتقدر يعني يعني من غير ما تحس انت بتبني في ابنك قدرات عاليه. وبالتالي حتى في مجال الاعمال، في اي مجال عمل، خريج الاي جي هو بيبقى شخصيه مميزه. هم الاسلوب بتاعهم، هو لو جيت تقول مثلا ايه الفرق بين مثلا اوروبا واحنا، الفرق هو التعليم بس. الفرق هو التعليم. هل هم اذكى مننا؟ لا، هم مش اذكى مننا. هل هم مثلا يعني الولاد بتوعهم مولودين كده عندهم القدره دي؟ لا خالص. اسلوب التعليم هو اللي ربى فيه انه يبقى مبتكر، مفكر. قدروا يعملوا ادويه، قدروا يعملوا. فالاي جي ميزه كبيره قوي الحقيقه. يعني لو انت دخلت ابنك وتعاملت معاها بجديه كاي جي، مش عايز الولد يحفظ عشان يجيب نتيجه يخش بيها الجامعه، الموضوع هيختلف جامد جامد جامد. يعني انا مش مجرد ان انا يعني في المجال مع الجي سي اي والاي جي سي اي 43 سنه، السنه دي 43، مش عشان انا في المجال، ولكن انا اولادي كلهم اي جي، ومنهم اللي بيدرس في الجامعه دلوقتي. لكن بتبني شخصيه وبتبني شيء رائع، شيء رائع حقيقي. انت بتستثمر في اولادك وبتبني لهم مستقبل قوي قوي لو بتعودوا انه يبقى اي جي، مش مجرد واحد يحفظ له كلمتين عشان يجيب نتيجه. اتمنى اني ما اكونش ازعجتكم يعني، لكن اي حاجه انا تحت امركم. دكتور وحيد، هو في دايما السؤال بيجي دايما، هو ايه الفروقات اللي ما بين الكامبريدج والاكسل والاي كيو اي، وايه اسهل من ايه؟ زي ما احنا ما بنقول يعني دايما الواحد بيدور على الحاجه السهله. فولي الامر او الطالب بيختار ايه، وايه الفرق بين كل واحد والتاني، وطريقه الحسابات بتاعتهم ماشيه ازاي، وايه الكيرف بتاعه افضل من ايه؟ هو هي كامبريدج عندها مميزات وبرضه بعض العيوب الصغيره. ادكسل برضه عندها مميزات وبرضه بعض العيوب، يعني لو حاولنا نقارنهم مع بعض. اوكسفورد طبعا داخله جديده خالص، وهي عامله امتحانات للشرق الاوسط لوحدها. عامله امتحانات للشرق الاوسط لوحدها، بحيث ان هي عامله امتحانات يعني نقدر نقول بسيطه قوي، وهي عايزه تحقق جريده عاليه قوي، وعايزه كده تقتحم الشرق الاوسط زي ما دخلت في الانجليش كده. وبقى اغلب الناس بيدخلوا انجليش. اوكسفورد هم عايزين يعملوا كده، فحاطين الكورسات اسهل، امتحانات اسهل، وبيحاولوا ان هم يوصلوا الجريدز الاعلى حاجه. ده بالنسبه لاوكسفورد. بالنسبه بقى لكامبريدج وادكسل، كامبريدج في الوقت الحالي هي الكورسات بتاعتها اصغر شويه، مش كتير، اصغر شويه من الادكسل. لكن ادكسل بقى عملت ميزه عملها طبعا من الاول، هو انه بيمتحن مثلا الاي اس على يونت. مثلا اي اس يمتحن يونت 1 ياخدها مثلا في نوفمبر، يونت 2 ياخدها في جان، يونت 3 ياخدها في جون. كده خد الاي اس على 3 مراحل، يعني درس تلت كورس وامتحن فيه، تلت كورس وامتحن فيه، تلت كورس وامتحن فيه. ايه الميزه بقى اللي هي جت كده؟ لو لا قدر الله وجاي في يونت من اليونتس ولم يوفق، ففي الحاله دي هيعيد اليونت دي بس. لكن لما نتكلم بقى على كامبريدج، هو هيعيد الاي اس كله، هيعيد الاي اس كله، هيعيد ترم كامل. لكن انا مثلا ولد دخل ادكسل اس وامتحن يونت 1 ما وفقش فيها، يجي مثلا في جان ياخد يونت 1 يحسنها مع يونت 2، وكده ما بيخسرش ترم، يعني ما بيخسرش ترم. فهي دي بتديها بعض المميزات عن كامبريدج شويه. دول الثلاثه لو اتكلمنا كده على المميزات بتاعت الامتحانات بتاعتهم. يعني اوكسفورد لسه الناس ما اقدمتش عليه، لكن اوكسفورد هو امتحانات على انهم عاملين امتحانات خاصه، وده مش عاملاه كامبريدج الادكسل، عامله امتحانات خاصه لمناطق الشرق الاوسط وبتسهلها يعني الى اقصى مدى يعني. ده اوكسفورد. لكن كامبريدج وادكسل يعني المستوى تقريبا يكاد يكون متقارب.
الا انه الادكسل مقسم الكورسات على مراحل. كامبريدج بياخدها كلها شوط واحد، امتحان الايس كله في وان ترم. لم يوفق وعايز يحسن كله. ده بالظبط كده. اتمنى يكون كده الاستفسار. لا احنا هنرجع لحضرتك تاني طبعا. احنا بنرحب بالدكتوره امنيه ديب. وفي عندنا انا حضرتك برضو تعمل لنا تقديمه بس، وفي سؤال حضرتك جاوبه لنا على السكه. نختار المواد ازاي لو انا عايز اروح طب، او نختار المواد ازاي لو انا عايز اروح هندسه؟ اتفضل يا دكتوره. مساء الخير، ويسعدني وجودي معاكم النهارده ومع الاساتذه الزملاء الفاضلين والكوكبه الكبيره من الناس العظيمه اللي معانا في الاي جي ومن البيرنتس. بس اسمع حضرتك مستر كحكي، دكتور كحكي، بس لو تخلي لي افيلبل ان انا اعمل شير سكرين عشان انا عايزه اعرض عليكم، بس لان انا شفت الكويستشنز اللي الاهالي باعتينها. فلو ممكن حضرتك تخليني بقى هوست، لان انا بحاول اعمل شير سكرين فمش نافع. ف... او هحاول اتصرف ثانية كده. تمام، I think كده ممكن تشتغل. وبرضو حضراتكم ممكن تتابعوا معايا عشان الموضوع يكون اوضح شوية. انا مش هاخد من وقت حضراتكم اكتر من يمكن 5 minutes، علشان برضو اعرف واكمل طبعا، ولو ان مفيش كلام بعد الاساتذة زمايلي الفاضلين اللي بدأوا بيه. وطبعا استاذنا الكبير دكتور وحيد ونيس ربنا والناس يخليك يا فندم، ربنا يخليك، ربنا منور يخليك. يا دكتور وحيد. يا حبيبي انا يعني اقل من كده بكتير يعني. نورينا والله، ربنا يخليك. نورني والله، ودكتور أمنية والناس كلها. وانا اسف في التاخير، الجدول بتاع الكهرباء قطع يعني لا مبدئيا أنا طبعا حابه اعرف نفسي في شورت كده. طبعا دكتور أمنية ديب، فيزيكس تيتشر وكامبريدج اكزامينر في الاي اس، وانترناشونال بكالوريا كوردينيتور. طبعا انا بس هدي كده شورت كات عن المفروض اللي بيتقال. ان احنا خلينا نبدا الاول. انا طبعا بدرس او ليفل واي اس فيزيكس واي ليفل. فبالنسبه لو انا مش هتكلم عن فيزيكس، هتكلم عن نظام الاي جي جنرال. زي ما حضرتك شايفين احنا عندنا طبعا اول حاجه المواد الاو ليفل. احنا اولادنا بيدخلوا من اول جريد 10، بيبقى عندهم 2 سيشنز بير يير، اللي هو جون سيشن ونوفمبر سيشن. بيبقوا في جريد 10، بعدين 11 نفس الكلام، و12. فهو كده في 12 اخر سيشن بتاعه بتاع جون، فبيبقى عنده 5 سيشنز. خلينا نقول ان هو في الاول بيبدا بالمواد اللي هي الاي جي سي اس العاديه. اول طبعا المين سبجكت بتاعنا بترتيب كامبريدج. طبعا كان ايه طبعا ناوي له دكتور وحيد. فاحنا لو طالب لسه بيبقى داخل، فبياخد الانجليش والماث والكيمستري كمواد اساسيه، ومن حقه انه ياخد معاها طبعا فيزيكس وبيولوجي. اغلب المدارس بتبقى واخده الفايف سبجكتس في اول سيشن. في بتبقى مانداتوري، لكن في بعض المدارس طبعا بتدي الولاد اوبشن. لو انا حد مثلا داخل انجينيرنج فما عنديش الاوبشن ان انا اقدر اشتغل في البيولوجي، فكان دروب ات واقعد باربع مواد بس في اول سيشن اللي هو جون. في اول سنه له في جريد 10. ولو حابب انه ياخد الخمس مواد اوكي. في ناس بقى بتاخد البيولوجي لو هو التخصص بتاعهم بيبقى ماشي في الجزء بتاع الفيلد بتاع الميديكال. ده بيبقى اول سيشن. فانسب حاجه ان هو طبعا بيتاخد الخمسه سيشن في اول سيشن، الخمسه سبجكت في الاول اللي هم الانجليش او ليفل والماث والكيمستري والفيزيكس والبيولوجي. بيرجع بعد كده في تاني سيشن هو من حقه طبعا لو هو داخل جامعات مصريه المفروض ان هو لازم ياخد الثمانيه او ليفل، هو كده اخد خمسه منهم. تاني سيشن بالنسبه له طبعا ممكن ياخد اي حاجه. اللانجوجز احنا عندنا طبعا مفتوح العربي، ودكتور فتحي طبعا هو اللي هيتكلم في النقطه دي. الفرنش، الجيرمان، الايطاليان، اي حاجه من الحاجات دي. معانا طبعا البيزنس، الاكاونتنج، الايكونومكس، كمبيوتر ساينس، ترافل اند توريزم، والاي تي. في حاجات كتير طبعا مواد وليفل ثانيه. من حقه بعد كده في السيشن اللي بعده لو حابب ان هو ياخد طبعا من الاو ليفلز دي اي مواد، وياخد منها الاي اس والاي 2 بتاعها. الاي ليفل عامه لو اتاخد مع بعض في سيشن واحد فبيتقال عليه لينير. لو اتاخد على 2 سيشن طبعا بياخد الاي اس والاي 2. الجامعات المصريه اغلبها بتاخد يا اما الطالب يكون واخد اي ليفل في الماده نفسها، زي مثلا داخل هندسه فهياخد ماث، داخل طب هياخد بيولوجي،
فبياخد الاي ليفل اي اس والاي 2 الاثنين مع بعض في السيم سيشن، او حتى لو هياخدهم لينير او في 2 سيشنز بياخد الاي ليفل. لو حابب طبعا ان هو يقسمه ياخد بدلهم 2 اي اس في مادتين مختلفين، يعني مثلا لو داخل هندسه بياخد الماث والفيزيكس الاثنين اي اس اللي هو الليفل المتوسط. لو احنا بنفترض ان او ليفل ده اقل ليفل، فعندنا المستوى المتوسط اللي هو الاي اس والاي 2. بعد كده احنا طبعا احنا عندنا النورمال ان احنا من 7 ل 9 سبجكتس بتوعنا. ده الطلب احنا عندنا في الكامبريدج في حوالي 40 سبجكتس ماكسيمم للطالب، وده غالبا بيبقوا الانديان هم اللي بياخدوا حوالي 14 توبيك. حاجه سريعه كنوت بالنسبه للناس، طبعا البيرنت اول مره اولادهم بيبقوا معانا او اول مره بدخلوهم. لو احنا هنتكلم على ايجيبشن يونيفرسيتي، كل اليونيفرسيتيز اللي في مصر بيطلبوا 2 اي اس. جيب لي الايربود حق بيجري. بيطلبوا 2 اي اس وبياخدوا معاهم، او بياخدوا واحده اي ليفل اللي هي اي اس واي 2 في نفس السيم سبجكت. لو هم هيدرسوا في فورين يونيفرسيتيز او في جامعات بره، فالستودنتس محتاج انه ياخد 3 او ليفل بس، ممكن يزود بس اتليست 3 او ليفل مش 8 زي الموجود في مصر. ده لو هكمل الجامعه بره بس. يعني قصادها بقى محتاج ان هو ياخد 3 اي ليفلز، ودي اللي بتبقى اصعب، ان هو بياخد الاي اس والاي 2 في 3 سبجكتس ريليتد طبعا لفيلد انجينيرنج او الفيلد بتاع الميديكال. طبعا وزي ما قلت لحضراتكم الاي جي بتاعنا هم ال5 سيشن 3 جون وال2 نوفمبر. وطبعا دلوقتي احنا اولادنا ممكن يدخلوا بعد يير 11 بعد سنتين لو خلص المواد وجاب اخذ الحاجات بتاعته كلها. فهو كده مش محتاج ان هو يقدر يعمل يكمل طالما اخذ لو هو ما شاء الله يعني خلص ال5 سبجكت ال8 سبجكت مثلا والاثنين اي اس في لغايه يير 11 بيدروب يير 12 بيدخل الجامعه على طول. وطبعا الافضل زي بالتقسيمه لو البيرنت لاول مره اولادهم معانا المفروض بيبقوا الفايف او ليفلز دول في اول سيشن. تاني سيشن ممكن ياخد واحده من الاو ليفل اللي هم بقيه الثمانيه وياخد واحده اي اس. واللاست تو سيشنز طبعا لو هيعمل يكمل طبعا اي اس ثانيه او يعيد او هياخد او يكمل او ليفل لو هو واخد يكمل 8 او ليفل بتوعه. زي ما قلت لحضراتكم لينير دي لو هو واخد اي اس والاي 2 مع بعض. بس ده كده انا طبعا ده حاجه صغيره علشان ما اخدش وقت زمايلي. انا بس حبيت اعرفكم شورت كات كده عن نظام سيستم اي جي. وشكرا واسفه لوقتكم. شكرا دكتور أمنية، شكرا. دكتور. طيب احنا معانا دكتور فتحي. دكتور فتحي، في اسئله بتجيلي كتير جدا على العربي، الاكواد بتاعه العربي، ايه اللي معترف بيه وايه اللي مش معترف بيه ونعمل ايه في العربي؟ اتفضل دكتور فتحي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا سعيد جدا بوجودي معاكم، مستر كحكي، دكتور وحيد، دكتوره امنيه، دكتور محمد، كل الناس الموجوده. يعني انا في منتهى السعاده. بالنسبه للعربي واسئلته والانشغال اللي بتدور حواليه، انا قلت يعني مرارا وتكرارا ان الكود 3180 اللي هو الاو ال عربي ده مش ماده فيرست، ده او ال. وعندنا مشكله الان في مصر ان هو حتى الان اخر سيشن امتحان هيبقى نوفمبر ده اللي هو 2 اكتوبر. حتى الان لاخر ابديت تحديث فيه انها هتبقى اخر محاوله لامتحان الكود. بقول للناس كلها والمحاضره مسجله وبقول لهم نصائح من قلبي كأب واستاذ طبعا في الاول وعندي خبره طويله جدا. الكود 3180 كفايه كده عليه، يعني كفايه كده عليه، يعني خلي بالك ما تجازفش وكده اخر محاوله بالنسبه له. طبعا هو كود سهل وتمام والطلبه حابينه وزي الفل، وان كان السنه دي السيشن ده او الامتحان اللي فات دوت كانت النتائج مش كويسه نتيجه استهتار الطلاب. وطبعا الاولياء الامور انا بقول لهم يعني بحملهم برضه مسؤوليه، انتوا اشتركتوا مع كده نتيجه ان الكود سهل الكود سهل الكود سهل، بالتالي الطلبه كلها دخلت البورد ده، فبالتالي كان الكيرف عالي جدا والناس جابت سي وجابت دي وجابت بي، كانت النتيجه مش كويسه. فالافضل دلوقتي بالنسبه لنا احنا اخر محاوله نوفمبر ده يا مستر كحكي اللي هو امتحان 2 اكتوبر، ده اخر فرصه للطلاب. اللي ما سجلش وعاوز يسجل مفيش مشكله، بس انا بقول يعني بلاش، يعني عاوزين نبقى مستعدين برضو. قدامك شهر، هل شهر كافي ان الطالب في الكود ده يقدر يشتغل؟ ايوه كافي في حاله لو الطالب عنده باك جراوند كويسه في العربي، يعني عنده معرفه بالعربي بالاملاء بشويه نحو علامات ترقيم، الاستاذ يقدر يديله السلبس وهو مطمن. لكن ما يجيليش الطالب واقع خالص، ضعيف املاء ضعيف علامات ترقيم ما يعرفش حاجه في العربي يقول لي ادخل الكود اساسال وهتلم الدنيا وتمتحن رساله وتخلص نفسك. لا كده ريسك. انا بنصحك، انا كأب بقول لك
اوعى تجازف ولا تسمع كلام استاذ يقول لك ادخل والموضوع سهل قوي قوي قوي. ايوه هو سهل، نعم هو سهل فعلا حقيقي، وهو مش فارس، خلي بالكم يا جماعه. وحاليا في مصر انا متاكد مليون في الميه ان الجامعه هتاخد قرار بان هو ما يكونش مسجل في مصر تاني، لان لو سمحوا بيه صراحه يبقى في دي مهزله بجد يعني، وان شاء الله هو هيتمنع. انا صح اتمنى يكون لصالح الطلاب، بس للاسف هو يعتبر تهميش للغه العربيه، واحنا لم نعهد التهميش في كامبريدج ولا في إدكسل ولا في اي التعليم الاجنبي، والا ما كناش اتجهنا للمدارس الدوليه. لكن نصيحه بقى بقولها يا مستر كحكي، الكود عشان نخلص من الكلام ده وما اطولش في الكلام، الكود ده اخر محاوله هتكون ديت. الكود سهل، ما تجازفش، زي ما قلت لك الستار ما عادتش سهله فيه. تاني حاجه النصيحه بتاعتي، إدكسل اوكي، بقول لك دلوقتي إدكسل هقولها بقى بالبلد يعني احسن الوحشين، ادخل بقى إدكسل عربي مفيش مشكله، علشان في تدريبات كويسه نقدر نمسكه، نقدر نعرفك حاجات كويسه قوي، في حاجات ثابته فيه، نقدر نقول لك امسك جزء في النحو هنساعدك فيه، جزء في البلاغه، في حاجات بتتحفظ فنقدر نساعدك فيه، تقدر الإدكسل كويس. لكن بقول الكود بقى اللي هو 0508 اللي هو قوي بقى، اللي هو العربي بحق ربنا يعني، اللي هو الفيرست، اللي هو القديم اللي طول عمرنا عارفينه، ودكتوره امنيه ودكتور محمد عبد الحميد وكل الناس ودكتور محي، كل الناس تسمع عن العربي، اللي هو العربي ماده صعبه. ايوه في الفيرست ماده صعبه 0508 محتاج طالب كويس في العربي، كويس يعني، محتاج استاذ يكون عنده خبره وعنده كلاسيفايد وعنده ابديت الكامبريدج، لا محتاج مدرس متمكن جدا، زي بالظبط اي ماده فيزيكس كيمستري بايو اي اس اي 2، ماده لها قيمتها ولها كيانها واقفه على ارض صلبه وراسخه. فبقول لطلابنا انا شايف الان ان انتم في مشكله في العربي، يعني ان اضطررت غصب عنك، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه، يعني ان اكرهت على العربي فيرست خلاص لا مفر، مكره اخاك لا بطل، اللي هو 0508. إن كان لك اختيار اختر إدكسل وأنت في سعادة تامة، ليس لك جميل وما زال حافظ نفسه على قديمه. إدكسل لسه ما حصلش فيه تعديل، العربي إدكسل حصل فيه تعديل وأبديت في المنهاج يا شباب في 2019. التعديل انا ليا تحفظات عليه صحيح يعني، ومش عاوز اقول التحفظات لان انا استاذ يعني ليا تاريخ كبير قوي، لكن بقول برضه هو في صالحك، هو في صالحك، إدكسل في صالحك، سواء او ال سواء اي اس واي 2، لكن كامبريدج مش في صالحك، علشان محتاج طالب هارد وركر قوي، وطالب عنده خلفيه في العربي، عارف علامات ترقيم، عارف املا، عارف نحو، يعني تقريبا طلاب النشن لو حولهم يقدروا يمشوا فيه. مش بعيب في طلاب كامبريدج، لكن معذورين، لان طبعا انت سايب العربي خالص، انت مركز في المواد العلميه، مركز في الانجليش، مدرستك في العربي بالنسبه لك مشكله. الدكتوره مريم منورانا، القواعد في إدكسل مطلوبه يا دكتوره مريم، بس بتتشرح بطريقه سهله مبسطه بدون الخوض، سؤال الدكتوره مريم كويس، بدون الخوض في تفاصيل يعني ما انزل الله بها من سلطان. عندنا كتاب جميل كده في القواعد، كتاب مبسط، النحو الميسر، كتاب سهل كده لذيذ، في تدريبات اكتر منه شرح، لان هنا التدريبات اكتر. يعني انا نصيحه بقول للطلاب واللي هيدرس إدكسل من الاساتذه، يا جماعه ركزوا على الجانب البراكتيكال شويه، الجانب التدريبي قوي، بس عشان بس اريح الناس مني ومن قلبي كده ومن جوايا، الكود 0380 فرصتك الاخيره علشان تنجو بنفسك، إذا كنت أردت أن تنجو وكان مستواك ضعيف في العربي، فرصتك، بس ما تستهترش. بس يا دكتور كحكي أنا ده يعني قلت الخلاصة بتاعت العربي عشان ما أطولش. شكرا لحضرتك يا دكتور فتحي. حبيبي. ومعانا كمان دكتور محمد محي كيمستري، يا ريت برضه يقول لنا الفرق ما بين الكيمستري في الكامبريدج والإدكسل. السلام عليكم. اهلا وعليكم وسهلا السلام بحضراتكم. دكتور محي. اهلا وسهلا بحضراتكم بالاساتذه منور والأفاضل. اهلا منور يا بحضراتكم. دكتور، منور دكتور محي. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضراتكم. انا والله طبعا يعني حضراتكم قلتوا المفيد كله ما شاء الله، ودايما بنتعلم منكم كلكم ما شاء الله. فانا بس حابب اقول بوينت صغيره بس about chemistry. الكيمستري one of the subjects او واحد من المواد اللي الحمد لله الطلبه بتحقق فيها A ستار، بس بتبقى محتاجه تدريب as much as you can، يعني لازم تحل كتير جدا، يعني it's like زي بالظبط الفيزيكس وزي الماث.
الفرق الجوهري بين كامبريدج وإدكسل، حضراتكم عارفين إن معظم الوطن العربي وخصوصا السعودية والإمارات ومصر دايما ميالين معظم المدارس لكامبريدج. كامبريدج بتبقى فيها بس الفروقات الجوهرية إن كامبريدج بتهتم شوية بالمسألة اللي هي بتاعة العملي، أوكي، في الأو ليفل أو سواء في الأو ليفل أو الأي إس أو الأي 2. إدكسل مفيش طبعا كلام إنها أسهل من كامبريدج، بس فيها مشكلة، ودي دايما بشوفها مع أولادي وخصوصا في مواد الساينس، إن هي الأسئلة أو التدريبات لازم تبقى very sticky أو very close to the marking scheme. يعني الإجابات اللي هم بيعملوها أو الإجابات اللي هم بينشروها لازم الطالب يكون كاتب few words أو لازم يبقى كاتب، يعني نقدر نقول 90% من الإجابة اللي موجودة في إدكسل عشان يحصل على الدرجة كاملة. وطبعا ده بيأثر في الفاينل سكور، وده بيأثر في السكور عموما. كامبريدج اكتب الإجابة الصح حوالين هذه البوينت، لو انت كتبتها صح بأي شكل كان هتاخد المارك وهتبقى الدرجة كويسة. دي الفروقات الجوهرية بين قصدي بين كيمستري إدكسل وكامبريدج. كامبريدج في الأو ليفل بيبقى فيها 3 ورقات بنمتحن فيهم، إدكسل بتبقى ورقتين بس. طبعا إدكسل في الاي اس او الاي 2 بيبقى ما فيهاش عملي، فاصبحت ان الدرجه كلها بتتقسم على ورقتين، انما في كامبريدج طبعا بدون تفاصيل بتتقسم على ورقتين نظري وورقه عملي. طبعا دي كل واحد فيهم لها مزايا وعيوب، والكلام ده كله يعني لو حضراتكم عايزين بالاستفاضه في اورينتيشن سيشنز مع دكتور كحكي، حضراتكم ممكن ترجعوا ليها، ولو في اي سؤال انا تحت امرك. شكرا دكتور وحيد. احنا يا جماعة هنفتح باب الأسئلة لو حد عايز يوجه أي سؤال في أي حاجة لأي من الأساتذة الأفاضل الموجودين معانا. في عنده هاند ممكن يعني أو يفتح المايك. أنا سايب المايك مفتوح عموما للكل. يفتح المايك ويتفضل معانا. اتفضل دكتورة مريم، عندك حضرتك أي أسئلة تحبي توجهها لأي حد؟ امتحانات اللغة العربية يا دكتور فتحي. اه، الله يخليك يا فندم، الله يخليك. طيب دكتور فتحي، احنا برضو لسه ما زال عندنا اللغة العربية، الناس برضو ايه عندها يعني عايزة تفصيلة اكتر في اللغة العربية. يعني يعملوا ايه يعني؟ ادينا كده يا دكتور فتحي الاكواد بالظبط اللي الطالب ترشح الطالب يدخلها من بعد الامتحان اللي جاي. كود هو بيسأل حضرتك عن الكود، عن الكود 0508. دكتور فتحي حضرتك ممكن تفتح المايك. الكود السلام عليكم. بالنسبه للكود يا مستر كحكي والاسئله 0508، الكود ده محتاج طالب قوي في اللغه العربيه، مش عاوز اقول قوي، طالب فوق المتوسط، فوق المتوسط. كود بورد محتاج كتابه كتير، عدد كلمات اكتر، محتاج طالب بيحب يعني عنده خلفيه في العربي زي الانجليش، عارف املاء، عارف نحو، عارف علامات ترقيم، عارف فنيات اللغه. فبالتالي السلبس هيبقى محتاج شغل، محتاج كتابه يا مستر كحك، لانه عباره عن بيبر 1 وبيبر 2. بيبر 1 عباره عن النص المفهوم او قراءه النص المفهوم، يقرا نص ويفهمه ويجيب عن الاسئله باسلوب. ده الكود اللي هو 0508، ده محتاج طالب كويس جدا بيجاوب باسلوبه بلغته، محتفظ بالنحو بتاعه كويس، علامات الترقيم، كتابه فنيه جميله. ده بيبر 1.
ايضا عنده مهاره اسمها مهاره التلخيص، انه بيلخص ما بين نصين، اللي هي بيعمل سمري بين النصين. والمهاره دي برضه مهاره عاليه جدا، بتحتاج طالب بيفكر، بيقرا كويس، النص الكبير اللي جاي له في الامتحان، التوبيك او النص تاسك اللي جاي له حوالي 500 600 كلمه، نص قوي في اللغه في الادب في فوكاب كويس قوي، الطالب بيقرا في حوالي 10 دقائق او ربع ساعه بيفهم. هو معاه وقت في الامتحان بس محتاج عدم تسرع، ويبدا يعمل سمري ودمج بين النصين بطريقته. بيلخص حوالي 1200 كلمه، بيلخصهم يعملهم سمري في 200 كلمه يا مستر كحكي. فده محتاج طيب طالب عنده قدرات لغويه. طيب دكتور فتحي، هل في لازم من الثمان المواد الاو ال يكون معانا لغه عربيه عشان الجامعات المصريه؟ لا، اختياري يا مستر كحكي. اختياري. طيب تمام. برضو في دكتور فتحي، هل يمكن نظام الاسئله ان تختلف من امتحان الى اخر، مثلا ان يكون اسئله في القواعد كما في الامتحانات السابقه؟ الامتحانات السابقه اللي هي قبل كده الباست بيبر، لا، لو المدرس حلها كويس مع الطالب واكد عليها بتفيد جدا جدا. يمكن بناكد كلام مستر محي برضه على ان التدريبات والحل الكتير مفيد قوي. كامبريدج قايم على كده، وايدكسل كمان. يعني كل ما تحل اكتر مع الطالب وتشرح له ببساطه، ما توسعلوش قوي، وتركز على البراكتيكال والتدريبات البراكتس اكتر، يبقى انت ماشي صح. لو شرحت كتير واستفدت في الشرح وما حلتش، ما عملتش حاجه. تمام، شكرا دكتور فتحي. تحت دكتور امرك. وحيد، اعتقد في سؤال موجه لحضرتك. هو الطالب مواد الاو ال وكم ماده اي ال لو الطالب عايز يخش مجال الطب، وايه هي آه، المواد؟ لازم ياخد 8 او ليفل. بس اللي هيفرق هو الاي اس والاي ليفل. لازم ياخد 2 اس منهم البيولوجي، او ياخد واحده اي ليفل بيولوجي. اي ليفل بيولوجي طبعا بتبقى احسن من ان هو ياخد 2 اس. حتى الاي ليفل لو قسمها اي اس مثلا اخده في جون، واي 2 اخده في نوفمبر، فده بيبقى احسن. ليه؟ الاي ليفل ليه ستار، والستار يعني 100%. الاي اس ليها ايه بس ملهاش اي ستار، فبالتالي اللي بياخد 2 اي اس برضه هيتقبل في الكليه، لكن في المجموع هيبقى اللي واخد اي ليفل افضل، لانه بياخد لو جاب ستار فهو كده خد 100%. اعلى حاجه في الاس هي الجريد اي، مفيش ستار، ففي الحاله دي البرسنت بتاعه هيبقى قليل. لكن اساسي عشان يدخل كليه طبيه، اساسي قوي ان هو ياخد البيولوجي. وطبعا بيفضل هو البيولوجي لازم ده اجباري، يفضل ان هو ياخد A ليفل بيولوجي. اما لو هو عايز ياخد 2 اس برضه هيدخل كليه طب، لكن زي ما قلنا الاثنين اس المجموع بتاعهم اقل من واحده A ليفل، لان الواحده A ليفل الليفل بس هو اللي فيه ستار، اما الاس اعلى حاجه فيه الدرجه A، وبالتالي هيبقى في فرق في المجموع. طب وترشيح حضرتك للمواد الاو ال، هل في حاجات معينه لازم يفضل الطالب ياخدها، ولا بيختار براحته، ولا الدنيا تمشي ازاي؟ اتفضل. هو الحقيقه لو طبعا لازم البيولوجي، الكيمستري لانه الاثنين مرتبطين ببعض، دول اساسيين قوي، ويختار بعد كده باقي المواد. لكن ليا برضو عايز اقول حاجه مهمه قوي. ممكن في ناس يعني ما بتهتمش قوي بالاكاونتنج والبيزنس. اي حد داخل مجال بعد شويه حتى لو هو هيبقى دكتور، فالاكاونتنج والبيزنس والاي تي حاجات مهمه قوي لعيادته للمستشفى بتاعته. بعد كده الحاجات دي لا غنى عنها يعني، فدي هتأسسه برضه. يعني لا يهمل المواد دي، لان هي مواد هتبقى في المستقبل. هي موجوده دلوقتي طبعا ليها قيمه، لكن في المستقبل انا اتوقع ان قيمتها هتبقى اعلى. مش هيكون في عياده مش هتشتغل بالاي تي، ومفيش عياده او في مستشفى صغير او مركز طبي مش هيكون في تعامل بقى البيزنس والحاجات دي كلها. يعني بيتاسسوا برضو كويس قوي. لكن هو عشان يدخل طب ده مش مشكله، هو هياخد ايه غير البيولوجي هو الاساسي بس، انما يختار المواد اللي هو عايزها. طب بقى في استاذه كاميليا بتقول لحضرتك يعني مش ضروري اخد اي اس؟ اي اس بيولوجي. هي ممكن لو جامعات خاصه مثلا في مصر بتاخد من غير اي اس واي 2، يعني بتاخد بالثمانيه او ليفل بس. 8 هو ليفل بس. 8 او طيب ليفل. دكتور عبد الحميد، محمد عبد الحميد، طيب بالنسبه للهندسه، حضرتك برضه عايزين المواد اللي يفضل الطالب ياخدها عشان يتوجه للهندسه، بما ان حضرتك يعني دكتور في كليه طيب الهندسه، فهتفيدنا اكتر. واحد اتفضل. آه. اولا في مواد هي مواد يعني ضروريه
سواء هندسه طب اي جامعه، اللي هي الكيمستري والانجليش والماث. دول ثلاثه دول الاساسيين. وطبعا عاوزين نكمل بقى ال8 او ليفل. انا لو عاوز ادخل هندسه خلاص انا خدت او ليفل ماث، هكمل 8 او ليفل. ال8 او ليفل بقى ممكن ناخد اي لغه من اللغات، ممكن ناخد بيولوجي ما فيهاش مشكله، ممكن ناخد اكاونتنج، ايكونومكس، كل الكلام ده ما فيش فيه مشكله. المهم انا كملت ال8 او ليفل، ولازم اخد اي ليفل ماث او 2 اي اس. طبعا الاي ليفل ماث افضل. ليه؟ لان احنا لو جينا نحسب افضل من ناحيه الدرجات. لو جينا نحسب الدرجات، احنا عندنا ال8 او ليفل لو هو هيجيب فيهم ستار يبقى كده 8 في 100 يبقى 800، ولو الاي ليفل جاب فيها ستار هيبقى كده كمان 100، يعني 9 في 100 على 900، يعني كده جاب 100% او 100%. انما لو خد 2 اي اس علشان يدخل هندسه ينفع برضه ياخد 2 اي اس. انا بتكلم على الهندسه الحكومي مش الخاص. الاثنين اي اس عندنا زي ما الدكتور وحيد قال اقصى حاجه فيها ايه اللي هي 95%. فلما نيجي نحسب المجموع، انا بتكلم على الطالب بقى الممتاز اللي بيجيب الدرجات يعني اعلى درجات، يبقى هو كده جايب 8 او ليفل 8 ستار 800 زائد 2 في 95، لان الاي عندنا 95%، يبقى الاثنين اي اس 2 في 95 زائد 800 ويقسم على 1000، فهيلاقي المجموع بتاعه نزل شويه بقى مثلا 97% ولا حاجه، ولا 98%، حاجه كده يعني. طيب لو هو بيتارجت بقى مثلا كليه هندسه عين شمس او القاهره، غالبا بيبقى 100%. طيب انا بتارجت جامعه القاهره او جامعه عين شمس، فانا عايز اجيب ال 100%. فلو انا خدت 2 اي اس يبقى انا كده في ريسك، ممكن ما اوصلش بقى لهندسه القاهره او هندسه عين شمس. انا بتكلم على اللي هم بيتارجت هندسه حكومه. اما لو خاص، في عندنا طبعا كليات كتير، جامعات خاصه كتير بتشتغل بالثمانيه او ليفل بس في هندسه، وفي معاهد هندسيه برضو بتاخد 8 او ليفل بس. انما الاساس في الهندسه ان هو ياخد الاي ليفل ماس، او ياخد 2 اي اس بيبقى ماس وفيزيكس مثلا. طبعا انا نسيت اقول لك برضو في الاول الاو ليفل الحتمي لازم يبقى فيزيكس برضو علشان يدخل هندسه، لازم يبقى الرابع بتاعهم فيزيكس. يعني الكيمستري والماس والانجليش دول لاي كليه دول مواد حتميه. لو هو هيتجه ده لازم ياخد او ليفل فيزيكس، يبقى كده 4 مواد. لسه له ممكن ياخد مثلا اي تي، ممكن ياخد كمبيوتر ساينس، لغه عربيه، ممكن ياخد اكاونتنج، منش، كل المتاح ان هو انما هي اللي عاوز يدخل هندسه حكومه وعاوز يدخل هندسه عينها زي مثلا هندسه عين شمس او هندسه القاهره بتاخد 100%، يبقى هو لازم ياخد الاي ليفل ماس. وانا في رايي ان الاي ليفل ماس احسن ما يدخل نفسه في 2 اي اس، حتى مش في الدرجات بس، يعني علشان ياخد مثلا اي اس فيزيكس واي اس ماس واي 2 ماس، يبقى اي ليفل ماس على بعضه ويجيب فيه درجه كويسه، في نفس الوقت يبقى قدر ان هو يعني ما شتتش نفسه. عندنا في ياخد الاي اس لوحده والاي 2 لوحده، او ياخدهم مع بعض في نفس السيشن ما فيش مشكله. في الايدكسل ممكن برضو لو هو الاي اس هيبقى في 2 بيبر، ممكن يعيد بيبر واحده، مش لازم يعيد الاثنين بيبر يعني. في الاي اس ده لو هو مثلا جاب درجه مش كويسه في جزء من الاي اس ده في الايدكسل. عندنا في الماس الايدكسل ليفل افضل من الكامبريدج، افضل من ناحيه الاسئله. طبعا هو في الفتره الاخيره الايدكسل في الماس برضو بداوا ان هم يصعبوا الامتحان في الاجزاء النهائيه او الاخيره من الامتحان. يعني لو كان مثلا الامتحان 22 سؤال، يبقى الامتحان كده ماشي كده زي ايه، زي كيرف ماشي كده بالتدريج، سهل سهل سهل، وبعدين يبدا يبقى اصعب
لحد ما يجي اخر 4 اسئله في الايدكسل بالذات وتلاقيهم صعبين شويه. انما في العموم الدرجات في الايدكسل او ليفل ماس افضل من الدرجات في الكيمبريدج. انما نفس الكورس تقريبا ونفس. اتفضل. شكرا دكتور. طيب السؤال اعتقد ده ممكن دكتوره امنيه تجاوبه. في حد بيسال سؤال عن حاجه اسمها الكومبوننتس في الامتحانات، معناها ايه وكيف تؤثر في احتساب العلامات؟ طيب احنا دلوقتي بالنسبه للكومبوننت انا قريت السؤال. الفكره كلها ان احنا اي امتحان ليتس سي لو احنا بنتكلم عن الفيزيكس او ليفل مثلا، الكلام ده طبعا لكل مواد الساينس او ليفل، الفيزيكس كيمستري بيولوجي. الاو ليفل احنا عندنا 3 بيبرز. فاحنا لو بنتكلم على ال 3 بيبرز دول، لو طالب بيعمل مثلا في الاو ليفل بيبر 2 بيبر 4 وبيبر 6، فبياخد العلامات بتاعته بتتحسب على مجموع الثري بيبرز. تمام. فهما دول الكومبوننتس. المفروض انه بيطلع الثريش هولد زي ما الاستاذ او الاستاذه كاتب ان الثريش هولد دي المفروض يعتبر الكيرف اللي بيتحط للامتحان بعد التصحيح. طبعا لو حضراتكم عارفين الامتحان بيتصحح، بيتاخد الاول العينه العشوائيه، بعد كده تصحيح كل العلامات بتاعت كل الدول. ثريش هولد بتتحط بتظهر قبل نتيجة الامتحان. ده الكيرف اللي بيبقى وصل. مثلا احنا الطالب هيجيب A من كذا، هيجيب B، هيجيب ستار. مثلا احنا بنتكلم على الاو ليفل، هيجيب ستار من كذا، هيجيب A من كذا، اللي هي طبعا بقت بالتقسيمه الجديده اللي هي 9 و8. احنا في مصر بنحتسب ال8 وال9 كانهم ستار، وبعد كده ال7 كانها ايه. فكل واحد مثلا لو درجه مثلا من 200 وهو قالوا ان الامتحان كان صعب والكيرف كان واطي، واللي هيجيب الستار من 150 او 160. تمام. دي بتبقى مجموع الثلاثه بيبرز، هم اللي بيحطوا له التوتال مارك بتاعهم. ونشوف ممكن بيبر فيهم يكون واقعه وبيبر تبقى عاليه، المهم ان التوتال بتاعه يجيب المجموع اللي هو بتاع الثريشولد. لو حتى جابها باوندري جريد، بمعنى لو هو مثلا الستار كانت من 180 او من 170 وات ايفر، اللي جاب ال 170 بالظبط ده باوندري جريد، هو دخل في الكيرف الستار. اقل بقى يبقى دخل طبعا في اقل منه. وطبعا الكلام ده بالنسبه ل 3 بيبرز او ليفل. في الاي اس عندنا برضو 3 بيبرز. البرسنتج في البراكتيكال بتبقى اقل حاجه، لان عندنا بيبر 1 وبيبر 2 وبيبر 3. فحضرتك في كل المواد اللي فيها، حتى الزمايل الفاضلين ممكن يتكلموا طبعا النقطه دي، فيها المواد كل المواد اللي بيبقى فيها 2 بيبرز 3 بيبرز، كانه بيجمع مجموع الاثنين بيبرز ويشوف هل مجموعهم مكمل الدرجه دي، هل هو كده فرنج جايب ستار او جايب ايه او كده. الى جانب انه البيبر نفسها ما فيهاش ستار، البيبر اعلى حاجه بتبقى فيها A. كل بيبر بيبقى ظاهر لابن حضرتك مثلا نتيجه كومبوننت هو جاب ايه في البيبر دي، جاب مثلا B في البيبر دي، جاب ايه، مجموعهم كلهم غطى الاقل حاجه اللي هي الباوندري جريد بتاعت السكور ده ولا جريد ده، ولا يجيب اقل منه. بس لو جاوبت على سؤال حضرتك، لو في اي حاجه طبعا انا شكرا يا دكتوره امنيه. يا جماعة أسئلة تانية؟ لسه في ناس بتدخل دلوقتي. ماشي أوكي. طيب برضو في أي أسئلة تانية؟ أي أسئلة تانية حد يحب يوجه سؤال مباشرة للأساتذة، ممكن يفتح المايك ويتكلم. طيب أنا دكتور فتحي، في برضو يا دكتور فتحي تاني. دكتور فتحي، قصدت ايه بعدم التوسع في الشرح؟ بالنسبه للتوسع في الشرح ده سؤال خاص بجزء النحو الجرامر يعني. هو ايوه انا بشرح بالمفيد المبسط بدون الخوض في تفاصيل او اكسبشن، حاجات خارجه عن المألوف. يعني هو عاوز يفهمك ازاي تكتب جمله. يعني لما يجي درس مثلا درس الحال، خلاص الامثله البسيطه السهله، مثلا جاء محمد مسرعا، يعني بدون بقى ما تدخل في اكسبشنات والاسئله اللي هي بيسموها الاسئله التفاصيل اللي هي ملهاش لازمه، اللي بتتوه الطالب. يعني عرفوا الاساسيات، هتشرح درس الحال يبقى ده خلاصه الحال كذا. النعت هو بيجيب اسئلته دايما بيقيس فيها الاساسيات في اللغه. يعني مثلا اقول له مثلا هات مثال على الحال، او جاء محمد مسرعا، اعرف كلمه مسرعا.
ما يقعدش بقول له جاء محمد سريعا، يعني ما بيدخلش في تفاصيل واسئله معقده صعبه او احتمال في الاراء. يعني ما فيش احتمالات، اصل هنا جماعه بيقولوا كذا، زي منهاج مصر مثلا، الكوفيين بيقولوا كذا، البصريين بيقولوا كذا. الكلام ده مش قايم في كامبريدج في الاكسل خالص. البساطه، السهوله، عدم التوسع والخوض في تفاصيل كتير. يعني الدروس تتشرح في، يعني انا اقول حاجه مثلا، انا كاستاذ فتحي وكخبره في الجزء ده، كورس النحو الاساتذه بيجدوا فيه فرصه كبيره قوي ان هم يقعدوا يشرحوا كتير جدا يا مستر كحكي، وياخدوا من وقت الاولاد ويحملوهم عبء كبير جدا. والخلاصه ان الاسئله بتيجي سهله وما فيهاش صعوبه وما فيهاش تعقيد، الا سؤال او اتنين بيقيس الفروق الفرديه بين الطلاب. تبقى الاسئله، ولذلك دايما اقول لهم يا اولاد حتى ممكن بالسنس تجاوب السؤال. يعني ممكن بالسنس بتاعك وسماعك للغه من الاستاذ تجاوب السؤال. في اسئله كتيره جدا بسيطه وسهله، مش محتاجه تعقيدات ولا محتاجه دخول في تفاصيل. هيجيب سؤال او اتنين فيهم يعني تركايه كده صغيره وخلاص، الطالب المميز. يعني هو الامتحان من 20 الدرجه، يعني الطالب العبقري قوي. ولذلك الاسئله بتبقى يسموها اسئله السهل الممتنع يا مستر كحك. طب السهل انا الممتنع احط يعني نفسي خلي. احط نفسي مكان ولي الامر واقول ان انا لو عندي شويه اه خبره في اللغه العربيه، ففي سؤال اه اه بيقول ايه؟ طب ما صور المبتدا على سبيل المثال اه موثق. اه قول دروس تاني يا مستر دروس اه دروس صور المبتدا على سبيل المثال ما هي دروس موسعه. كويس تمام كده. ليه تاخد في تفاصيل قوي؟ يعني ليه بقى تدخل مصوغات النكره وابتداء بالنكره اللي هو الشغل بقى الجامعي والاكاديمي؟ هو مش محتاج كده مستر كحك خالص نهائي يعني. ايوه. هو محتاج بقى الراجل بيقول له كامبريدج انا مبسط الامور ليك، ما تعقدهاش انت. وهو على فكره منزل المنهاج بتاع النحو. يعني الاساتذه الوضعين الامتحانات الاكزامينر، يعني سواء كان دكتور تكريتي او غيره كلهم مع ناس اساتذه افاضل منزلين مناهج مبسطه جدا وشارحينها في كتب. وانا عامل كذا كتاب في النحو مبسطين جدا. انا لما شفت الكلكعه دي زعلت على الطلبه عشان بيضيعوا وقتهم مع الاساتذه. لا، ما تاخدش في تفاصيل عشان ما تضيعش وقت الاساتذه، لكن ابذل مجهود مع الطالب في الكتابه. هو يقص الكتابه، كيف يكتب، كيف يعبر، كيف يكون جمله. هو هدفه كده من كامبريدج او اكسل، مش هدفه ان انا احفظك نحو وتقول لي النكره وفي بيتنا رجل وفي الكلام الفاضي بتاع المناهج بتاعتنا اللي خربت عقول اولادنا للاسف الشديد. يعني ما تخليناش نتكلم في السياسه. طيب، اي اسئله تانية يا جماعه؟ انا مع حضراتكم برضو. لو في حد عايز يسال الاساتذه مباشره يتفضل، حد عنده لسه اي سؤال يتفضل. طيب انا اوكي، مفيش حاجه، خلاص تمام. طب انا هسيب برضو نصيحه اخيره من الكبير بتاعنا دكتور وحيد ونيس، يقول صحيح. لنا. انا مش الكبير آه، ولا حاجه. لا لا مش قامة هيبقى. قامة قامة يا ربنا دكتور وحيد. يخليك، ربنا يخليك. نصيحه يا دكتور وحيد لاولياء الامور اه قبل الطلبه. ليه؟ صحيح. لان انا بتفرج، انا بقول لك على واقع بنعيشه. اه بتفرج على ضغط شديد جدا 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 من صحيح. اولياء الامور على الطلبه، اه فيتعاملوا ازاي مع اولادهم عشان يعرفوا يجيبوا الاي ستار بسهوله، وما يبقاش فيه اللود الكبير اللي احنا بنعمله عليهم والضغط الكبير. يتصرفوا ازاي مع اولادهم؟ برضه هعلق قبل الدكتور وحيد يبدا، بس يقول حاجه ونصيحه اتفضل كمان اتفضل. لنا كاساتذه، ونصيحه لولي الامور في اختيار الاساتذه والعوده الى القديم، ويعني النظر بعين فاحصه على السوشيال ميديا لانها تعج بما يعني بين الغث والسمين. قول لي ولي الامر اديله نصيحه، يعني تريث وتأنى في اختيار أستاذ لابنك، لأنه دي أمانة ولا تتعجل. وربنا سبحانه وتعالى يعني دي أمانة في إيدينا كلنا، لأن السوشيال ميديا فتحت الباب على مصراعيه، ويعني الأمور أصبحت اختلطت فيها الحابل بالنابل كما يقولون. شكرا دكتور وحيد. دكتور وحيد، المايك مع حضرتك، اتفضل. الله يخليك. أنا يعني برضو هكمل كلام الدكتور فتحي. يعني على الميديا الحقيقة ابتدت توجه الناس توجهات يعني مش مظبوطة، مش كويسة. مثلا حاليا لازم تكونوا عارفين كمان إن في حاليا مجموعات اسمها مجموعات ترويج. يتصل بمدرس يقول له أنا هروج لك على الميديا، ومعاك كده شوية زباين، مرات منهم بيبقوا طلبة وكده، ويدخلوا بأكونتات مختلفة. مين احسن واحد، ويبقى طالب مثلا انا ابني وانا اولادي الثلاثه كانوا بياخدوا مع فلان وده احسن واحد، والتاني يرد عليه اه فعلا ده عنده ضمير، ده بيعمل ما اعرفش ايه، وممكن ما يكونش اصلا درس صحيح. قبل كده يعني.
ما يكونش دارس صح. اصلا قبل كده ولا عنده اي باك جراوند، هو مسك نوت بتاعت اي حد او بتاعت تيتشر من الكبار وعمال ينقل منها. فتأنى زي ما قال الدكتور فتحي كده، تأنى في اختيار التيتشر. يعني شوف الريسورسز بتاعته ايه، اساله انا، يعني تشوف ريكوردد كلاسز ليه. ايه المانع ان هو تشوف درسين وثلاثه واربعه؟ هو هيخاف انه يطلع الدروس بتاعته؟ ايه يعني لما اطلع اربع خمس دروس؟ ما انا هعرف اعمل احسن منهم بعد كده. لكن صحيح. بحيث ان انت يعني تختار تيتشر يقف جنب ابنك كويس قوي، وعنده الخبره الكافيه وعنده التوجه الكافي. يعني الاولاد مرات بيفرح قوي نسميها ايه نقولها كده بالهمبكه كده، والتيشر ده ايوه. بيضحك والتيشر ده بيهزر مع الولاد، ويعني بياخدهم سينما، ممكن بيقعدوا على الكافيه، ممكن. وكم طالب كده يا جماعه انتوا، انا اسمي مش طالع كده على الميديا يا جماعه، وبعدين يقعدوا يكتبوا له بقى احسن واحد واحلى واحد. يعني صحيح. تجنبوا الحاجات دي، لان هي دي اصبحت ظاهره، وما اقدرش انكر ان هي بقت ظاهره مؤثره قوي قوي. الحاجه الثانيه يعني من فترات بدري ادي لابنك، ادي لبنتك الفرصه ان هو ياخد القرارات، انت سنده جنبه، لكن ادي له الفرصه ان هو ياخد القرار، يختار، يفكر، يرتب وقته. انا ممكن اقعد جنبه واقول له طيب انت بتفكر تعمل ايه؟ طب مخطط لايه؟ اسنده، لكن ما افرضش عليه، لانه انا بشوف مرات كتيره مثلا اولياء امور طب اختار له مواد ايه؟ تختار له مواد ايه ازاي؟ واحد 17 18 سنه ولسه بابا وماما يختاروا له مواد ايه؟ يقول له انت اختار، قول لي رايك، اناقش معاك رايك. لكن انا يعني شايف انه ما ينفعش يعني عندي ابن 17 سنه وممكن 18 سنه ومستني ماما تختار له المدرسين يعني، او تختار له المواد. الحقيقه لازم نديهم شخصيتهم، وانا واقف جنبه اسنده، لكن ما تدخلش تدخل اللي يخليه هو شخصيه هامشيه. يعني لازم اديله احساس ان هو اللي بيختار، هو اللي بيفكر، وانا اسنده وانا بوجهه، لكن مش بفرض عليه. ده لنمو اولادنا حاجه مهمه قوي. والميديا ارجوكم، الميديا 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 يعني قلبت لنا الدنيا وخلت الناس تتوه توهان غير عادي يعني. صحيح. صحيح. ربنا يوفقكم يعني دكتور وحيد، معلش سؤال اخير معلش. أمورني. مدى اهميه اسئله السنوات السابقه، والى اي مدى يجب الاعتماد عليها؟ مستر بيبر. هو في نقطة مهمة قوي بالنسبة للأسئلة. الأسئلة يتعرف على الأسئلة، بس في فكرة برضو في دماغ الناس. يعني أنا مرات كده أضحك، مثلا يكونوا داخلين امتحان جون يقولوا إيه لازم نحل امتحان نوفمبر اللي فات، إزاي ايوه نحل صح. ده؟ هو صح. هو الاكزامينر ده عبيط يعني، مثلا حافظ الاثنين ورا بعض زي بعض يعني. صح. يقول لك صحيح. يا إيه ده، أنا داخل الامتحان وأنا ما حليتش نوفمبر عشان هو داخل جون الامتحان اللي بعده. يعني هو الاكزامينر خلاص مفلس قوي قوي عشان ايوه. يحط امتحانين زي لا. بعض. او توقعاتك ايه يا دكتور وحيد؟ يقول لك توقعاتك ايه في التعبير؟ دي بتضحكني قوي، يعني بترجعني انا مش في لغه، انا مش في مصر يا جماعه. توقعات ايه؟ الاكزامنر فعلا لا، شخصيه عاليه جدا وشخصيه يعني من العلم كثير يعني. لما بيكونش واحد، ده بيكون مجموعه مع بعض يعني. ايوه صحيح. يعني صحيح. يعني يعني مجموعه بتحط يعني الامتحانات. دكتور وحيد، يعني هل السنوات القديمه دي الواحد يهتم قوي بحلها، آه، ويبدا من سنه كام يبقى خلينا نحل بدايه من اول سنه كام الافضل يعني؟ يعني مثلا لو حلينا مثلا من 18 19 معقول، بس مم. يعني هقول لك انا بالنسبه لي مثلا في البايو، انا في اسئله بتبقى نقدر نقول عليها سيجنيفيكانت، اسئله مميزه اللي هي يعني ما جاتش في السنوات الاخيره، ببقى جايبها من الامتحانات اللي قبل كده وممكن من صح. بوردز مختلفه، صح. وببتدي اجمع لهم مثلا درس كذا. ففي الدرس ده مثلا انا حليت مثلا من 2016 وكذا، بس في اسئله ثانيه ما جاتش من 2016 ل 22، فبالتالي احتمالات ان هي تيجي، فبروح لممها له مش في شكل امتحان كامل، ولكن بقول له السؤال ده والسؤال ده مثلا. بعمل مثلا على توبيك مثلا زي كدني مثلا، فبشوف الاسئله اللي هي كانت قبل كده وما جاتش من 2016 لغايه الاخر، فاتوقع انه ممكن حاجه من دي ممكن تيجي، وفي الغالب هي بتيجي. يعني غالبا هم بيقلبوا في اوراقهم القديمه، هو عارف ان الولاد مع الامتحانات الاخرانيه يعني، هو مش عبيط يعني، هو عارف ان الواد ومنشور كده على الانترنت الامتحانات الاخيره، فهو لما هيجيب اسئله يعني مش هيكرر من نفس الاسئله يعني باي يعني لو انت لو اي واحد بيفترض ان هو الممتحن
يعني مش معقول اجيب من الامتحان اللي فات والامتحان اللي قبله واللي قبله، هو عاده اجيب من القديم. احنا بنعلمهم بس ازاي ممكن يشتغلوا كويس. انا الحقيقه يعني السنه دي عامل مجموعه من الكتب، جيل جديد كده من الكتب، مع كل درس كيو ار هيحط عليه الموبايل هيشرح له الدرس، وكيو ار تاني يقول له الحته دي اهم الاسئله اللي جت فيها والسؤال والحل بتاعه بالتفصيل زي ما هو يعني. دكتور وحيد، انت كده يعني حصر الدراسة يعني ولا ايه؟ يعني كنت لا لسه لا هقول لا لك. هنسمع كل الحاجات دي تبقى عندنا يا دكتور. يعني تعلم مساعدة هنسمع كل بقدر الإمكان يعني. أشكركم جميعا يا جماعة على الاجتماع الجميل ده. أعتقد إن الحمد لله الناس استفادت منه، وبشكر طبعا دكتور وحيد على الكلام أشكرك سيدي، ربنا الجميل يخليك، قاله، ربنا يخليك. ودكتور محمد ودكتورة أمنية ودكتور فتحي ودكتور محمد محي. وإن شاء الله أي أسئلة لحضراتكم برضو ابعتوها لنا دكتوره مريم من نابلس يا مستر كحكي. دكتوره مريم أهلا بتعمل بحضرتك. دكتوراه وتلميذه عندي، وما شاء الله يعني انا متوقع لها بمستقبل باهر يعني ان شاء الله. طبعا طبعا، أشكركم جدا يا جماعة. لو في أي أسئلة إضافية ابعتوا لنا على الواتساب وإن شاء الله نرد على حضراتكم. هو بس شكرا دقيقة جزيلا. واحدة يا دكتور أقول برضو حاجة اتفضل. بالنسبة لي. الله يكرمك. بالنسبة للنصيحة اللي أنا أنصحها، هو الموضوع ماهوش صعب وماهوش سهل، بس الانضباط والشغل باهتمام من أول السنة هو اللي بيفرق بين واحد وواحد، وخصوصا حل الأسئلة كتير والتطبيق كتير، خصوصا في المواد زي الفيزيكس والماس وكده، وكل المواد في الحقيقة بتدي للولد رؤية. هو طبعا الامتحان مش بيتكرر، ولكن من كتر حله الأسئلة بيقدر يتعامل مع أي سؤال جديد. فطبعا حل الأسئلة ده مهم جدا جدا جدا، والانضباط والالتزام بالهوم ورك من أول السنة، إن هو يحل ما يكسلش ويقول إن لسه بدري أو حاجة زي كده. لا، مش ما ينفعش. أشكرك يا دكتور محمد، أشكرك. ربنا يوفقهم يعني. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. وإن شاء الله هنبعت لكم التسجيل بتاع المحاضرة دي بإذن الله، هتلاقوه موجود إن شاء الله، ولأي حد يحب يراجع أي حاجة فيها بإذن الله. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا سيدي، مع السلامه.